اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ رب دايما تكونوا بخير وباحسن حال. حط لي بقى لايك للفيديو لو بتشوفوني لاول مره، يا ريت تشتركوا. النهارده هشارك كده معاكم روتيني في المطبخ في رمضان، ان شاء الله كده يعجبكم. طبعا كان سليمان جايب لي كده الحاجات دي من بره وايجا، لان انا ما كانش عندي الحاجات دي فطلبتها منه كده، راح جابها لي. جاب لي بقى طماطم وجاب بسلة وجاب لي لبن وسكر وشاي ولحمة، وجوافة علشان العصير. احنا بنحب عصير الجوافة جدا، بما انها يعني موجودة وبكترة الايام دي فبنشرب منها على قد ما نقدر بقى. وان شاء الله عايزة اخزن برضو منها قبل ما تخلص. وجاب لي هنا جرجير اهو علشان خاطر السلطة، وناكل كده جرجير جنب الاكل. اول حاجه بقى عملتها ان انا حطيت كده حته سمنه على النار في الحله كده سخنه كويس، وبعد كده نزلت باللحمه اللي عندي علشان اشوحها كويس جدا. طبعا الاكل ده نزل لكم كان فطرنا احنا والاولاد مع بعض. بس الروتين اتاخر شويه بقى، معلش اعذروني. اعذرونا الفتره دي في تاخير الفيديوهات او كده، غصب عننا والله. حطيت طبعا ورق لورا، وعندي هنا ده حبهان ورق لورا مطحونين كده مع بعض، طحناهم. لما بتطحنيهم كده مع بعض ريحة التوابل بتاعتهم بتكون أقوى وأقوى. وحطيت شوية كمون وشوية فلفل أسود. طبعا التوابل دي بحطها كده على اللحمة علشان أشم كده ريحتها وهي بتتشوح. ومش هحط الملح طبعا دلوقتي. حطيت هنا الحليب علشان يتغلي، لأن أنا كنت عايزة أعمل مهلبية. كنا قبلها بيوم بقى كنت عاملة قطايف والكنافة. فقلت هعمل بقى مهلبية، لان الولاد عندي بيحبوا المهلبية اكتر، يعني اكتر حاجة بيحبوها المهلبية. بعد كده ما اللحمة اتشوحت طبعا حطيت طماطمايه وبصلايه، ونزلت بقى بالمية المغلية اهو. وطبعا طول ما انت واقفة كده، اي زفارة بتطلع على اللحمة من فوق زي ما انتوا شايفين كده، بتشيلها بالمعلقة اللي عندك. انا شلت بقى اللحمه دي في كيس. طبعا انا بعمل حاجه الايام دي هقولها لكم برضو، يعني ان شاء الله تستفيدوا كده منها. لو انت مش بتعمليها اعمليها، لو انت بقى بتعمليها فانت شاطره، ويعني برافو عليكي. انا كل ما بجيب لحمه يا جماعه، يعني كل ما سليمان يجيب لي لحمه، بروح شايله حته او اتنين على حسب اللحمه اللي عندي. يعني مثلا لو كيلو لحمه جايبهولي، بروح شايله منه حتتين كبار مثلا او ثلاثة. ممكن اشيل ثلاثة او اتنين على حسب يعني. لو جايب اقل اشيل حتة. وهكذا، يعني كل مرة بعمل كده. يعني عندي كاس التلاجة دي، وكل ما نجيب لحمة ايا كان الكمية بشيل منها. تفهمين؟ ايا كان نص كيلو، كيلو، كيلو الا ربع، بشيل برضو حتة. بعمل كده. وباجي بقى في يوم مثلا بكون مش عارفة اطبخ ايه، او مش في حاجة ان انا اعملها، او مثلا مش معاكي فلوس تشتري حاجة وعايزة تطبخي من اللي في البيت، هتفتحي الفريزر عندك هتلاقي كل كيس عندك رمياه كده في الفريزر، وفي حتة ولا حتتين بتروحي مجمعاهم وطبخاهم كأنك طبخة كيلو لحمة او نص كيلو او كيلو وربع، يعني على حسب ما انت سبتي يعني الكمية، انت فاهماني؟ فانا دايما بعمل كده، ما بعملش اللحمه كلها اللي بنجيبها. دايما بروح شايله قطعه على جنب او اتنين، يعني قطعه صغيره، قطعه مثلا كبيره او قطعتين صغيرين. خلاص يا رب المعلومه تكون وصلتكم. فالحركه دي الصراحه بتنفع. في اي وقت كده بتفتح الفريزر عندك بتلاقي كده اللحمه موجوده، هتطلعها وتعمليها. طبعا عملت هنا بقى البصلايه. حطيت سمنه وشوحت البصلايه علشان خاطر اطبخ البسله. وبصفيها، بصفي التفل بتاعها كده علشان خاطر ما يكونش فيها اي تفل، يعني البسلة. انا عندي الولاد ما بيحبوش تفل الطماطم، ولا انا برضو بحبه. يعني ما بعملها في المحشي، المحشي مش بصفي الطماطم بتاعته. انما الخضار بتصفي كده علشان ما يكونش فيه تفل. صفيها كويس اهو. حط بقى دي شوية كزبرة كده، دي كزبرة ناشفة يا جماعة، لان انا اللحمه حط عليها الكمون والفلفل الاسود، فمش هحط كمون وفلفل اسود على البسله تاني، لان البسله بطبخها بشوربه اللحمه. فانا حطيت كده كزبره ناشفه علشان تطعمها معايا. كان عندي بقى كميه مواعين رهيبه من بتاعه السحور، يعني دي مواعين السحور على الولاد بقى لما صحيوا مثلا يشربوا عصير، يعملوا معرفش ايه.
فكان عندي كمية مواعين كتير بصراحة. طبعا السحور زي ما انتوا عارفين، الواحد طول ما هو صاحي بيشرب شاي وعصير، شاي وعصير. فكان عندي كوبايات كتير خالص وسخة، يعني كوباية الشاي كلها كانت في الحوض، وكوباية العصير كلها كانت في الحوض. فيعني انتوا شايفين اصلا الكمية قد ايه. فهو رمضان كده بقى والصيام، طول ما انت قاعدة ممكن ما تاكليش، يعني ما تاكليش حاجة، بس طول ما انت قاعدة بتشربي في عصاير او شاي. فاحنا كده الفترة دي ممكن ما ناكلش كتير، بس بنشرب عصير كتير. وكل شوية اعمل شاي برضه، مش عارفة ليه بقيت مدمنة شاي الايام دي يا جماعة. والله العظيم كل شوية كده اقوم واعمل شاي واشرب شاي. لا، وبقيت حاسة ان انا بقيت محترفة في عمل الشاي. يعني ايه؟ من كتر ما بتعملي شاي تظبطيه، يعني من كتر ما بتعمليه وايدك تاخد كده على العمايل بتاعت الشاي، بتشرب احلى كوباية شاي. فانا حاسة ان انا بقيت شاطرة في عمايل الشاي. مين زي كده؟ في ناس ما بتحبش الشاي وما بتحبش اصلا تعمله، ولو عملته شايها ما يتشربش. انا كنت كده على فكرة، انا كنت كده اصلا الاول. ما كنتش بحب الشاي وما بحبش اشربه وما بحبش اعمله. ولو حد قال لي يا مروه، يعني لما كان زمان ماما تقول لي اعملي شاي كنت بعمله اي كلام علشان خاطر مش تطلب مني تاني. لان لو عملت الشاي مظبوط كل شويه هتقول لي اعملي يا مروه شاي، اعملي يا مروه شاي. فانا ما كنتش بحب اظبطه بصراحه. انا بعترف الاعتراف ده قدام ماما وهي بتسمع الفيديوهات. شايفين يا جماعه الكوبايات قد ايه؟ والله العظيم كوبايات كتير. يمكن الظرف عندي اصلا ما كانش فيها كوبايات، الكوبايات كلها كانت في الحوض. ده كله عشان انا اصلا كنت تعبانه امبارح في، يعني وانا بقى ايه، بعد ما اتسحرنا وكده ما قدرتش اصلا اغسل المواعين. احيانا كده بتعب فما بقدرش اصلا اقف على الحوض يعني. بغسل المواعين بعد الفطار. وخلاص بقى بعد كده اي حاجه بتتوسخ بتلاقوها اتحطت في الحوض، فمش قدرت اغسلها بصراحه. فقمت بقى تاني يوم زي ما انتوا شايفين كده، الحوض يضرب يقلب مواعين وكوبايات وحاجات. يلا وبقى تشجعي كده واغسلي كده مواعينك شايفين انا غسلت معاكم كميه قد ايه. عندي ضمير خالص في الغسيل، وسايبه لكم كمان المقطع، يعني ايه، سايباكم كده تستمتعوا من الغسيل المواعين. حتى درق الطماطم اللي ضربنا في الطماطم، طب ما كنت يا مروه شطفتيه. كان شطفت بشويه ميه كده وخلاص، يعني ايه اللي هيحصل يعني؟ انما لا، رحت جايه غسلاه برضو ايه، بالصابون كده عشان ارتاح. لما بتغسلي الحاجه كده بالمره بترتاحي. وازايز العصير اهي غسلتها، بغسلها كده وبركنها بقى وبسيبها علشان لما نعمل عصير تاني نحطه فيها. كنت بغسل الجوافية هنا لليندا. يا ليندا يا ريان، اي حد من الاتنين، هما الاتنين بيحبوا ياكلوا الجوافة كده. غسلت بقى الرخامة. طبعا انا شطفت كمية المواعين كلها، بس مش سبتلكوا بقى المقطع ده علشان خاطر مش هطول عليكم اكتر من كده. كفاية يعني ايه، كفاية اللي انتوا شفتوه. وبعد كده بقى ايه، هغسل الفوطة دي. انا طبعا دايما طول ما انا واقفة كده بصبنهم على الحوض. لان الفوط دي مش بستغنى عنها، حرفيا مش بستغنى عنها. الفوط دي خطيرة يا جماعة، يعني ايه، بتشرب معاك المية كده. وعملية بصراحة. كان الواحدة بكام يا ربي، ب10 ولا ب15؟ مش فاكرة الفوطة كانت ب10 جنيه ولا ب15 جنيه. بس حلوة عملية. شايفين الرخامة نورت ازاي والحتة نطفت ازاي. ياه، الواحد لما بوصل للمرحلة دي مش بكون عايز حاجة تاني، مش بكون عايز حد يدخل على المطبخ ولا حد ياكل ولا يشرب. جيت هنا بقى فرفط البسلة، وليندا بتحب تفرفطها. هي بتحب تفرفط كده معايا. حتى قعدت كده معايا وقالت لي هعمل معاكي، وقلت لها ماشي. احيانا على فكرة لما مش بكون فاضية بسيب لها البسلة كده هي تفرفطها. بتحب تفرفط البسلة وتقشر السوداني. الحاجتين دول انا ما بحبش افضل واقفة اعملهم، يعني ما بحبش افضل افصص في السوداني كده واقشر فيه. بروح مادية المهمة دي لسيليا. انا بحب كده والله. لا، ليندا قصدي، سيليا هي سيليا لسه بتعرف تمشي. يعني بدي ليندا كده تقشر لي السوداني. طبعا كنت بحتاج سوداني كتير قبل كده، يعني المهلبية لأي حاجة. فاحنا في ألمانيا مش كان بيكون متقشر، كان بيجي كده بالقشر بتاعه، فكنت هي اللي بتقشره لي دايما. شايفين الملكة، هي ملكة.
سليمان بوريكم الاكل اللي على النار، هو اللي كان صورني الحته دي، فكشف كده الحلل ووراكم ايه اللي على النار. كده خلاص قشرت البسله. على فكره انا كنت اصلا بطبخ في الوقت اللي بدل الضايع، يعني على ما سليمان مشي وجاب لي الطلبات وجه ومعرفش ايه وانا بدأت طبيخ والاكل اصلا مع التصوير بياخد وقت جدا 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 حرفيا يعني لما تطبخي كده وانت بتصوري التصوير بياخد منك نص اليوم. فانا كنت بعمل كل حاجة جري في جري بصراحة، بس الحمد لله يعني ايه خلصت برضه على الوقت. حطيت هنا بقى بعد ما الصلصة اتسبكت معايا نزلت كده باللحمة، هي استوت 3/4 سوا. فقلت هخليها تكمل بقى سواها في اللحمة علشان خاطر ايه البسلة واللحمة ياخدوا من طعم بعض كده. شايفين؟ يا سلام يا سلام، حاجة كده رهيبة لما تحط اللحمة مع البسلة او البامية او الفاصوليا او الكوسة. الحاجات دي بتحب اللحمة يا جماعة. الخضار اللي انا قلته لكم ده بيحب اللحمة، يعني بيحب تسوي فيه اللحمة كده بيكون طعمه خطير. وديت بقى البسلة على العين اللي ورا دي علشان انا بحب استخدم العين اللي قدامكم دي لانها ايه قدامكم يعني في اتجاه عينكم كده. فقلت هطبخ كده عليها الرز. طبعا الحلة حسيتها صغيرة فنقلت كده في الحلة الكبيرة، والشعرية اتحمرت ونزلت بقى بالملح ظبطته اهو. وده كان رز من قبلها بيوم كنت عاملاه، يعني عشان لو قلتولي مش مكترة رز ليه، لان انا اصلا كان عندي رز فقلت خسارة يعني ايه ده لما يستوي كده هروح حطاه على وشه من فوق يتسخن، لان الواحد مش هيهدر في الرز يعني كل حاجة غالية وخسارة يعني. جبت بقى هنا مية علشان اعمل النشا بتاعت المهلبية، دوب كده فيها النشا. انا بحط الصراحة بالبركة، يعني ممكن احط على الكيلو اللبن 3 معالق كبار من النشا، على حسب يعني، ولو احتاج تاني بزود، لو مش احتاج خلاص. فانا بحط بالبركة والله. فحطيت هنا بقى دوبت النشا كويس جدا في الحليب، وبعد كده ايه ضربتها اهو بالمضرب علشان نعمل المهلبية، علشان مش تعمل كتل يعني معايا دايما. طول ما انت حاطه المهلبية على النار افضلي قلبي فيها، ولما تيجي تحطي النشا على المهلبية في المية زي ما انا عملت كده مش تقلبيه مرة واحدة، يعني اقلبي كده وانت بتقلبي، يعني اقلبي كده النشا بالمية شوية شوية وانت بتقلبي في المهلبية علشان خاطر مش تكتل معاكي. شايفين هي كده بتغلي معايا وعمالة تتقل ازاي. انا بوريكم ان سمكها تقل عن الاول اهو. جهزت بقى الطباق كده اللي هحطها فيها. الطقم ده كان 6 اتكسر منه سلطانية يا جماعة. انا عايزة اعيط، انا عايزة اعيط والله. وقعت واحدة كده اتكسرت فرميتها، لو اتكسرت منين يعني ايه من تحت، يعني القاع بتاعها اللي هي بتسند عليه ده هو بس اللي اتكسر. طب ليه رميتها مش عارف. طب كان ممكن اعمل لها اعادة تدوير او مثلا او يكون لها اي فكرة كده، لكن لا مخي ما اشتغلش ساعتها. اكتر اسرع حاجة عملتها ان انا رميتها في كيس الزبالة. يلا ما علينا. بجيب لي واحد بقى كمان جنبه علشان خاطر انا ما بحبش احط في السلطانية تكون ايه مش شفافة. انا بحب السلطانية الشفافة في الحاجات اللي زي دي، في الجيلي والمهلبية والحاجات دي بتحب السلطانية تكون شفافة كده. طبعا الرز استوى اهو وريتهولكوا، حطيت بقى على وشه بتاع امبارح اللي كان بايت علشان يسخن معاه، ولما بتسخنيه كده وتقلبيهم في بعض والله العظيم كأنك لسه طبخاه. فانا دايما بعمل كده لما بكون عندي رز فايض بروح اعمل الحركه دي، يا اما اسخنه وناكله، يا اما لو شويه صغيرين وعايزه اطبخ عليهم شويه بطبخ وبروح حاطاه زي ما انتوا شايفين كده. هنا بقى لسان العصفور اتحمر اهو، ونزلت عليه بالشوربه، شوربه بقى اللحمه الحلوه دي. الله الله الله، انا سبت شويه الشوربه دي علشان لو احتاجت للبسله ازودها يبقى ازودها. هعمل هنا بقى الجوافه، عصير الجوافه لسه بقول لكم بنحبه او بنشربه كتير، يعني انا كل يوم لازم اعمل عصير جوافه. طبعا السكر برضه بظبطه بالايه كده، سايباها على الله. حكايه السكر والحاجات دي سايباها على الله والله، بس سبحان الله والله العظيم حرفيا الحاجه بتطلع مظبوطه، يعني كاني فتره كده، يعني كاني بعمل حاجه وانا بدوقها، مش مثلا بعملها وكده بالنظر. سبحان الله يا شيخ، يعني سبحان الله. تلاقيكم كلكم كده يعني بتطبخوا، احنا بنطبخ واحنا صايمين والاكل سبحان الله بيطلع مظبوط. ملح وسكر بيكون مظبوط.
هو ربنا مش بيكون عايز يكسفنا برضو قدام ازواجنا وكده، مش عاوز يشمتوا فينا. عملت العصير اهو. طبعا انا بحب عصير الجوافة والمانجا والفراولة، بحبهم يكونوا تقال، مش يكونوا خفيف كده مية. فهم لازم يكونوا تقال كده. بصفيها طبعا. في ناس ممكن تشيل البذر ده قبل ما تعمل عصير الجوافة وتعملها من غير البذر، بس مش هنصحك بكده. اعملي الجوافة بالبذر بتاعها، لان اصلا انت لو شلت البذر كده انت شلت قلب الجوافة من جوه، ما عادش لها طعم خلاص. بتحسي نفسك بتعملي عصير قشرة بس من بره كده. فانا ما برضاش اشيلها، بصفيها. وكنت شايله حليب بقى من اللي كنا غليناه مع بعض، لان انا ما عملتش ال2 كيلو مهلبيه، يعني مش ممكن، يعني مش هروح اعمل 2 كيلو مره واحده، خساره. فشلت كده حليب على جنب علشان نعمل ايه، عصير السوبيا. لازم كده نشرب عصير سوبيا. والناس اللي سالوني يعني ايه يا مروه في الدول العربيه، يا جماعه ناس بره في الدول العربيه ما تعرفش يعني ايه سوبيا، احنا كمصريين عارفين. فاي حد مش عارف ايه السوبيا وبتتكون من ايه، انا كنت عاملاها على القناه دي، على مطبخ مروه وسليمان اللي انتوا بتسمعوها دي. اكتبي كده في البحث من فوق طريقه عمل السوبيا مطبخ مروه وسليمان، هتطلع لك. يعني اكتبي الحاجه اللي انت عايزاها وجنبيها اكتبي اسم القناه. انت فاهميني؟ يعني اكتبي اسم الحاجه واسم القناه، فهيطلع لك ايه هي. لان انا كنت عامله البودره بتاعتها اصلا قبل كده على القناه. صراحة جميلة جميلة. وبرضو الناس اللي في الدول العربية، روحي كده أي مول مصري هناك فاتح، أكيد يعني المصريين فاتحين محلات في كل الأماكن يعني في كل الدول. فأنت روحي مول مصري كده هناك وقولي لهم عايزة سوبيا، عايزة بودرة السوبيا، هتلاقيها بتتباع. يعني أنا اهو جايباها برضو بودرة قدامك اهو، وفي علبة وبعملها، فهي هتلاقيها كده عندك بره في أي مكان هتلاقوها. عملت بقى السلطة هنا اهو، طماطم كده مع فلفل بقى مع خيار مع جرجير. كلكم شاطرين في العمايل وكلكم بتعملوا احسن مني كمان. بس الواحد لما بشارك معاكم يعني ايه، بنرفه كده على نفسينا شوية، او ممكن اشجعك شوية. وبنقضي برضو لأيامنا كده. فإن شاء الله الفيديوهات تكون بتعجبكم، واكون كده بديكوا اي طاقة ايجابية او اي حماس، فان شاء الله تتقبلوا مني الحاجة دي. هنا بقى السمان دخل عليا وانا كنت بحط كده المكسرات على المهلبية، فاخدني بقى اللقطة دي فقلت ماشي. حطيت كده بقى هنا جوز هند مع زبيب مع سوداني، علشان خاطر المهلبية تكون حلوة كده معانا. انا الصراحة كمروة بحب السوداني على المهلبية بس، يعني احب كده احط عليها سوداني وبس، ولا بحب الزبيب ولا بحب جوز الهند. وبملح السلطة اهو. وجهزت بقى الاطباق كده. كان خلاص يا جماعه، يعني شايفين انا اصلا متوتره ازاي، لان كده خلاص انا بحط، ويمكن كان الاذان او كان خلاص هيأذن يعني. فكان الواحد بقى بيعمل باستعجال باستعجال. نحط بقى طبق مخلل كده حلو على الاكل علشان خاطر يفتح نفسنا. مخلل اللي كنا عاملينه مع بعض يعني فاكرينه لسه حلو ازاي. انا حاطاه بقى في التلاجة علشان مش يبوظ، يعني بعد ما تكوني عامله المخلل بعد ما يستوي معاكي دخليه التلاجة، مش تسيبيه على الرخامة عشان مش يبوظ معاكي. هغرف بقى الرز. شايفين الرز كأنه كله مطبوخ في بعضه ازاي، ولا تقدري تطلعي البايت من اللي لسه معمول، يعني تحسي كده كله مع بعضه لسه مطبوخ. لما بتحطيه كده هدي عليه النار وهيكون معاكي مفلفل وحلو كأنك لسه طبخاه. شايفين بقى الجمال؟ حطوا لايك بقى للجمال اللي انتوا شايفينه ده. يعني لو وصلت لعند هنا حط لي لايك، مش تبخلي عليا ومش تستخسري فيا اللايك يعني. شايفين بقى البسلة باللحمة عاملة ازاي؟ انا بحبها تكون ايه تقيلة، يعني ما بحبش الخضار يكون خفيف او يكون ميته كتير كده، بحس صايص، يعني انا بحس كده ان هو صايص. فانا بحب سمكه يكون تقيل كده، حتى سليمان بيحب كده برضه. دي كانت سفرتنا البسيطة. انا حطيت لكل واحد كده طبق لوحده. يا رب كده السفرة البسيطة دي تكون عجبتكم. ولو عجبتكم ادعموني بقى باللايكات الكتير الكتير، واعملوا كده شير للقناة علشان نوصل ل100,000. واشوفكم بقى على ألف ألف خير ومع ألف سلام.